السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة وصفة حلوة قوي. احنا عملنا المكشكشة والحمد لله توفقنا فيها. هنعمل برضو المكشكشة بس دي حادقة بقى، تعمليها جنب الاكل. محتارة على الاكل او عندك بواقي ومش هتعرفي مثلا تعملي جنبها ايه، دي الوصفة دي هتبقى حلوة قوي. يلا عشان ما اطولش عليكم، اول حاجة هنعمل الخليط ده. هنعمل الاول هنحط بيضتين. وصفة جميلة وعلى السريع ومش هتاخد منك وقت وهتساعدك كتير لو انتي محتارة في الاكل. اهي معايا علبة زبادي، المفروض 4 معالق زبادي بس هي يعني العلبة يعني اهو. تمام. معايا نص كوباية زيت. معايا كوباية مية المقاس ده. ومعايا كوباية لبن، بس هي المفروض يعني كوباية اكبر من دي شوية، فانا هحط دول كده وهحط كمان شوية. كده حطينا بيضتين، حطينا زبادي زبديايه، حطينا نص كوبايه زيت، حطينا كوبايه لبن، حطينا كوبايه ميه، وهحط ملح وفلفل وكاري معلقه. تمام. هبدأ بقى اقلب الخليط ده كله كده مع بعض. عاوزه الخليط كله يتجانس. عايزه تضربيه بقى بالمضرب اضربيه. انا ما كترتش الملح عشان انا هحشي الجلاش جبنه، والجبنه حادقه شويه فميبقاش الدنيا بايظه يعني. هحط بقى الخليط ده على جنب. تمام. هجيب بقى الجلاش بتاعي اهو. هلم بس الحاجه دي كده على جنب كلها. وهجيبه هو المحلول عشان انا عاوزه الحشو. انا حاطه حشوه جبنه اللي هي العاديه الحد. ممكن تحطي بقى حشوه جبن وتحطي كمان ديت عشان دي مقطوعه. ممكن كمان تحطي بقدونس. اي حشوه بقى انت عاوزاها، جبنه رومي او مشكل جبن كده. تمام. انا هجيب الورقه دي كده. الورقه دي انا هسيبها للاخر عشان هي مقطوعه بس بتصرف فيها برضه. اجيبها كده، اجيب الورقه اهي. تمام. من الواضح كده ان هو ايه، كله مقطوع فهضطر اتصرف. الورقه معايا اهي. هاجي ادهنها كده. انا الزيت تقريبا الفرشه ورقه معايا اهي. هدهنها بالسمنه. هفرد الجبنه بتاعتي عليها بالمنظر ده كده. ولو مقطوعه هفرد بقى على الجزء اللي مش مقطوع. تمام اهو. هفرد الجبنه كده وهقوم بقى ايه مكشكشاها نفس حركه المكشكشه يا جماعه. بس بدل ما دي كانت بشربات بقى وحلوه وكده، لا هنعملها حادقه. شفتم بقى؟ هنشغل دماغنا، واحنا ما نشغل دماغنا خلاص اهي كده.
تحتوي الجبنة كده، متخليهاش تقع منك اهي. شوفوا اهي، حطها في القلب. نعمل كمان واحدة قدامكم. الورقة اهي. عاوزة اقول لكم لو الورقة مقطوعة ما عنديش مشكلة، بمشي لنهاية الورقة وبكمل مع ايه، مع الورقة التانية عادي كده. بالجبنة بحطها كده، انا حاطة جبنة حادقة بس، انت بقى حطي جبنة مشكل، حطي جبنة خرط، حطي برضو الجبن اللي عندك، تصرفي يعني، مش مش معضلة يعني. اهي حطها بقى كده كده كده، كأني بعمل مروحة اهي كده اهو. اظن هي باينة يعني اهي اهي. شوفوا اهي. الله لو في بقى بقدونس او جبنة موزاريلا او حاجات من دي، الصراحة انا ما لقيتش ومش هعطل الوصفة، قلت هعملها وانتوا بقى ايه براحتكم. اهي هكملها كلها بنفس الطريقة. عملتها اهي كلها مكشكشة بالجبنة اهي، اي نوع جبن عندك. مش هدخلها بقى الفرن واخرجها من الفرن وكده زي المكشكشة الحلوة، لا، انا معايا الخليط بتاعي اهوت، مقلباه كويس جدا اهو، وهنزل بالمنظر ده عليها كده، بس بالراحة كده. هسقيها كلها، تسقيها كلها، ما تسيبيش ورقة الا ما تكون اتسقت معاكي اهي الخليط كله اهو. هنسقيها كلها بالمنظر ده، ما تسيبيش ورقة الا ما تكون اتسقت معانا بالمنظر ده كده اهو. خلاص كلها اتسقت اهي. هوديها بقى على الفرن، فرن ساخن، ونرجع نشوفها بقى ايه شكلها عامل ازاي. بقت اهي من الفرن، شفتوا الجمال، تحفة تحفة، طعم وريحة مفيش بعد كده. هنحاول كده نقطع حتة، بس هي لسه، هي المفروض بقى بسيبها واغطيها شوية، يعني ايه شوية بس على ما تبرد او تستهدى، بس انا هحاول كده اقطع حتة. او بقى كمان بقى لو انت حاطة مشكل جبن وشك بقى تبقى خطيرة. انا بس عملت بالامكانيات اللي عندي لان انا كنت بره وجايه على السريع، ويعني وطلعت الحاجه يا دوبك اللي موجوده في التلاجة، ودي جنبها. بسم الله. من هنا ولا من هنا؟ الله الله والله، شفتوا الجمال ولا الريحه والجمال اهي، والله تتحدث عن نفسها يا بنات اهي. شفتوا اهي، ولا الريحة تحفة تحفة، وطبعا مغذية جدا، فيها البيض فيها اللبن فيها كل حاجة جميلة. يا رب تكون وصفاتي بتعجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة، دعمكم بيفرحني. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.